جايب لكم النهارده بقى احلى طريقه للبسبوسه ممكن تعملوها في البيت بكل سهوله. علمها لي صاحب محل حلويات دمياطي، واحد صاحبي يعني. دي اجمل طريقه للبسبوسه انا جربتها، والنهارده هتشوفوا قد ايه البسبوسه مرمله وهشه ومش مكتومه وجوسي على الاخر وطعمها غايه في الروعه، بس اهم حاجه نمشي على المعيار. وهنا طبعا بعد ما قطعناها بالشكل ده شايفين الترميله عامله ازاي والنفخه عامله ازاي مش مكتومه وطعمها، شايفين الشكل اصلا عامل ازاي يا جماعه؟ والله العظيم روعه روعه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ما شاء الله عليها، دي ما يتشبعش منها بصراحة. وأول حاجة هنعملها عشان نبدأ بيها القطر أو الشربات بتاعنا، وهيحتاج معانا 2 كوباية من المية وعليهم 2 كوباية من السكر. وطبعا بعد ما ضفنا المية والسكر هنبدأ ندوب كويس جدا ونسيبه على النار لغاية لما يغلي معانا، وبعد كده هنبدأ في الوصفة بتاعتنا. عشان هنبدأ في الوصفة بتاعتنا هنحتاج معانا كوباية من الحليب، والحليب يكون عادي بحرارة الغرفة، مش شرط يكون بارد أو سخن. وبقى عليهم علبة كبيرة من الزبادي، طبعا علبة كاملة كبيرة من الزبادي. وبعد كده هنزيد عليهم 3/4 كوباية من الزيت، زيت الطعام العادي. وبعد كده هتحتاج معانا 2 كوب من السميد، اللي هو سميد البسبوسة يعني، نحتاج له كوبايتين. أهم حاجة الكوبايات تبقى كلها نفس المعيار. وبعد كده بعد الاتنين سميد طبعا ده التانية هنضيف عليهم كمان كوباية من جوز الهند، زي ما انتم شايفين كوبايه كده كامله، كله نفس المعيار يا جماعه، ده اهم حاجه عشان تطلع معاكم مظبوطه بالملي. وبعد كده هنحتاج عليهم 3/4 كوبايه من السكر، وكده السكر هيبقى متوسط، اللي حابب يقلل عن كده شويه، اللي حاببها السكر بتاعها خفيف هيقلل شويه، اللي حابب السكر زياده هيخليها كوبايه. هي دي كوبايه الا ربع من السكر، هنضيف عليهم معلقه صغيره من البيكنج باودر. هنقلب ده كله مع بعضه، واهم حاجه الخليط يتقلب مع بعضه ويمتزج مع بعضه كويس. وهنا طبعا بعد ما اول ما اقلب هحضر معايا بايركس حراري اللي انا هدخل بيه الحاجه في فرن، واكون دهنه بالفرشه دهنه زيت. وبعد كده هبدا انزل بالخليط بتاعي كله، مخليش في الخليط بتاعي اي حاجه خالص، الخليط ده تحفه. وهتشوفوا قد ايه هو هينفخ معايا في الفرن يا جماعه، شايفين اصلا هو واصل لفين؟ للنص تقريبا. شايفين لما يطلع من الفرن بقى هيبقى واصل فين. طبعا الفرن مولعين الفرن مسبقا على درجه حراره 180، هيحتاج معايا حوالي في الرف الاوسط حوالي تلت ساعه. وهنا طبعا بعد ما غلى القطر او الشربات بتاعي هبدا انزل عليه بعصير ليمونه، وهسيبه بعد ما عصرت الليمونه هسيبه 10 دقايق على نار هاديه. وهنا طبعا اول ما طلعت البسبوسه من الفرن هبدا انزل عليها بالقطر بتاعي، شايفين ما شاء الله. واهم حاجه بقى دلوقتي ان انا ما اقطعهاش غير لما تبرد خالص، تبرد خالص وبعد كده اقطعها. طبعا شفتوا في بدايه الفيديو قطعتها معاكم وكان شكلها عامل ازاي. جربوا الوصفه دي بنفس المقادير دي، والله العظيم قسم بالله هتعجبكم، مش هتشتروها اصلا تاني من بره بصراحه يعني. وهنا طبعا هبدا ارش عليها شويه من جوز الهند، زي ما انتم شايفين كده. جوز الهند يا جماعه بخلي لها طعم رهيب رهيب. طبعا اول ما ترش جوز الهند ممكن تقطعوها او تسيبوها تبرد اكتر كمان، انا هنا طبعا بردتها كويس، اهم حاجه تبرد معاكم كويس يا جماعه.